السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، دمتم بخير وين ما كنتم. أنا سناء إدريس وقصتنا قصة. في 17 نوفمبر سنة 1958 استولى الجيش بقيادة الفريق إبراهيم عبود على الحكم في البلد. ألقى النظام الجديد العمل بالدستور المؤقت، وحل مجلس الوزراء والجمعية التأسيسية، وأعلن حالة الطوارئ. وكان من المثير للدهشة إنه مهندس الانقلاب ده نفسه هو رئيس الوزراء عبد الله خليل، اللي كان بمثابة معادلة عكسية في السياسة السودانية اللي اتسمت بها منذ نهاية القرن ال19، واللي هو كان من الطبيعي والمعروف إنه الجيش يقوم بالانقلاب على السلطة سواء كانت مدنية أو عسكرية ويكون ضدها ويستلم الحكم، لكن من غير الطبيعي إنه الحكومة نفسها تتقلب على نفسها سواء كانت مدنية أو عسكرية. وده اللي قام به عبد الله خليل في انقلاب 58. عشان نعرف الأسباب الداخلية للسياسة السودانية اللي أدت للموضوع ده، الأسباب والتفاصيل، خليكم معي. لما وقع الانقلاب يوم 17 نوفمبر سنة 58 وتأكد فيما بعد أنه هو عبارة عن تسليم طوعي للسلطة، اتوجهت الأنظار والأسئلة ليس للفريق إبراهيم عبود في الخطاب اللي ألقاه بعد الانقلاب، ولا اهتموا بالمؤتمرات ولا التصريحات الصحفية، بل كانت كل الأسئلة موجهة لرئيس الوزراء عبد الله خليل عن الأسباب اللي خلته يقوم بالانقلاب ضد حكومته، الأسباب السياسية الداخلية. سأل الصحفي عبد الرحمن مختار رئيس ومؤسس صحيفة الصحافة السودانية السيد رئيس الوزراء عبد الله خليل عن الإشاعة الرائجة في الخرطوم اللي بتقول إنه في أنباء عن انقلاب وشيك انقلاب عسكري وشيك في السودان. وده كان كانوا في أثناء رحلتهم متجهين الاثنين مع بعض لأثيوبيا، اللي هو كان الصحفي عبد الرحمن مختار بيصحب رئيس عبد الله خليل في الرحلة دي. فرد له عبد الله خليل عن السؤال ده، قال له: يا أخي بلاش فلسفة، كل ما في الحكاية إنه أنا زهقت من اللي بيحصل في السودان، والشعب كل يوم طالع مظاهرات، والبلد بقت في فوضى ما عندها حدود، والحكومة والسياسيين كفروا بنعمة الحرية وبقوا يعربدوا زي العيال. أنا بقول النص بالدارجة زي ما تقال على لسان رئيس الوزراء. قال له السياسيين بقوا يعربدوا زي العيال في فوضى لا حدود لها، وإذا خليناهم كده على الحال ده حنروح في 60 داهية، والبلد حياخد عبد الناصر وحندخل في حسبيس. عشان كده لازم يحصل عمل يأدب العالم دي. وهنا بيلخص عبد الله خليل الأسباب الجوهرية اللي أدت للانقلاب، باعتبار أنه هو مهندس الانقلاب بنفسه، واللي هي الاضطرابات الداخلية في السودان. الاضطرابات الداخلية في السودان اللي كان ممكن تتيح لعبد الناصر الاستيلاء على السلطة، وبيقصد بالكلام ده التحركات حليفة من اللي كان بيقصد بها تحركات حليفة دي اللي هم الأحزاب الاتحادية، اللي هم حزب الشعب الديمقراطي اللي هو بيمثل الطريقة الختمية، والحزب الوطني الاتحادي واللي هو تابع للزعيم الأزهري، من أجل هيتحدوا عشان يسقطوا حكومة عبد الله خليل. من الجدير بالذكر إنه نذكر إنه عبد الله خليل وصل للحكم للمرة الثانية بعد انتخابات 57، واللي فاز فيها حزب الأمة ب63 مقعد، وحصل فيها الحزب الوطني الاتحادي على 44 مقعد، وحزب الوطني حزب الشعب الديمقراطي حزب الشعب الديمقراطي اللي هو تابع للطريقة الختمية حصلوا على 29 مقعد، وبقية الأحزاب الجنوبية كلهم مجتمعين حصلوا على 37 مقعد.
بعد الكلام ده اتحد حزب الأمة للمرة الثانية مع حزب الشعب الديمقراطي اللي هم جماعة الخدمية عشان يكونوا الحكومة. كونوا حكومة كان برئاسة عبد الله خليل، وكان عبد الله خليل محتفظ بحقيبة وزارة الدفاع للمرة الثانية. فبقوا جماعة حزب الشعب الديمقراطي يتململوا من الشراكة مع حزب الأمة، فطالبوا بقوا أو النواب بقوا يضغطوا على إدارتهم عشان يفكوا الشراكة مع حزب الأمة ويكونوا حكومة جديدة مع الحزب الوطني الاتحادي اللي هو حزب الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري. كان رئيس الوزراء عبد الله خليل متابع لكل التحركات، وكانت بتصل تقارير رسمية يومية عن ما يدور في التكتلات الحزبية، وإنهم ناويين يسقطوا حكومة عبد الله خليل ويقوموا بتكوين حكومة جديدة وكذا. فجاءه تقرير من قادة الجيش من القيادة بإنه في بعض من الضباط يعني ناويين على انقلاب في الخرطوم، انقلاب عسكري بيدعموا عبد الناصر. وفي اتجاه آخر بيرى إنه عبد الله خليل سلم السلطة لأنه السيد الصديق المهدي كان بيرى ضرورة اتحاد الأحزاب كلهم مع بعض عشان يكونوا حكومة، كل الأحزاب عشان يكونوا حكومة، أو على الأقل يكون حزب الأمة مع الحزب الوطني الاتحادي. فقام عبد الله خليل بسياسة علي وعلى أعدائي بتسليم السلطة للجيش. وأيا كانت الأسباب في الإسراع بتسليم السلطة، لكن كان هو من المرجح وهو فعلا في الأساس هو انسحاب حزب الشعب الديمقراطي من التحالف مع حزب الأمة والاتجاه لإسقاط حكومة عبد الله خليل في أول جلسة برلمان يوم 17 نوفمبر سنة 58. واللي أكد الكلام ده اللي هو الزيارة الأولى اللي قام بها أعضاء الحزب الوطني الاتحادي لبغداد عشان يهنوا حكومة عبد الكريم قاسم، واللي كان عبد الكريم قاسم الموالي لجمال عبد الناصر، وأسقطوا منه حكومة نوري السعيد اللي كان موالي للغرب وكان صديقه عبد الله خليل. وبعد كده غادر الزعيم الأزهري من بغداد إلى القاهرة، وفي نفس الأثناء غادر زعيم حزب الشعب الديمقراطي السيد علي عبد الرحمن من بغداد إلى القاهرة. وهناك أدلى الزعيم الأزهري بتصريحات قال فيها إنه هدفه يسقط حكومة عبد الله خليل ويلغي المساعدات الأمريكية ويرفض هدايا الأسلحة البريطانية ويكون منظومة دفاع مع مصر. في الأثناء دي كان رئيس الوزراء عبد الله خليل في إثيوبيا، فجاءه اتصال عاجل من سفير السودان في القاهرة، واللي ذكر له فيه إنه زعماء الأحزاب الاتحادية بقيادة الزعيم الأزهري وزعيم حزب الشعب الديمقراطي علي عبد الرحمن في القاهرة عقدوا اجتماع مع الرئيس جمال عبد الناصر، وقرروا فيه إسقاط الحكومة في أول جلسة برلمان يوم 17 نوفمبر سنة 58. رجع عبد الله خليل الخرطوم يوم 7 نوفمبر وحاول يمد أو إنه هو لما مشى لقى الناس دي يعني عازمة على إنه في أول جلسة برلمان يوم 17 حتسحب الثقة من الحكومة وتسقط حكومة عبد الله خليل. فحاول يمد من جهة واحدة افتتاح البرلمان اللي هو كان يوم 17 ويأجلوا الجمعية التأسيسية تتأجل لديسمبر، يعني شهر كامل من طرف واحد. فاتخذوا الأحزاب الاتحادية خطوة سابقة، وفي يوم 16 عقدوا يعني قرروا إنهم يعقدوا الجلسة خارج مبنى البرلمان، وكان في ميدان عبد المنعم، وسحبوا فيه الثقة من الحكومة وأسقطوا حكومة عبد الله خليل وانتهوا على كده. صحوا ثاني يوم الصباح يوم 17 في صباح 17 نوفمبر لقوا إنه الجيش انقلب على السلطة
ألغى الدستور العمل بالدستور وحل مجلس الوزراء وأعلن حالة الطوارئ وأوقف الصحف الرسمية. الأسباب والدوافع الأساسية لانقلاب 17 نوفمبر 58 هو كانت التحركات المصرية في ضم الأحزاب الاتحادية، الشعب الديمقراطي والوطني والوطني الاتحادي، والمساهمة في إسقاط حكومة عبد الله خليل. وأي آراء أخرى حول أن الانقلاب ده قام بأسباب اقتصادية أو خلافه هو غير صحيح. وده الشيء اللي أكده عبد الله خليل نفسه في اللجنة المكونة لمحاسبة منفذي الانقلاب 58، اللي هي اللجنة كانت مكونة في أكتوبر سنة 64، واللي هو أكد فيها السيد عبد الله خليل نفسه، يعني نفى أغراض الانقلاب إنها تكون بسبب أغراض اقتصادية أو سوء الاقتصاد في البلاد، يعني هي كانت سياسية محضة. وده اللي أكده اللواء أحمد عبد الوهاب اللي هو الرجل الثاني في الانقلاب، اللي هو قال ذكر إنه عبد الله خليل هو اللي جاهم في وزارة الدفاع في مكتبه، جاء اللواء أحمد عبد الوهاب وتأكد جاوا 200 جاوا يوم 16 نوفمبر، والانقلاب ده كان من المقرر له إنه يكون يوم 17 نوفمبر، وجا بنفسه ويتأكد إنه الانقلاب حيكون بكرة صبيحة اليوم اللي هو 17 نوفمبر. ولما اتأكد قال لهم ربنا يوفقكم. ده رئيس الوزراء نفسه اللي هو عبد الله خليل، وأكد على الكلام ده أو أمن عليه برضه في نفس الجلسة الفريق إبراهيم عبود، وقال إنه عبد الله كان بيجري ورانا، اللي هو بيقصد عبد الله خليل، قال كان بيجري ورانا عشان ننفذ الانقلاب ده، وكان بيرسل لي زين العابدين. قال عبد الله وزين العابدين كانوا عايزين ينقذوا البلد من يعني تحركات سياسية وأيدي خارجية أو دول أجنبية ما سموها، يعني اللي كان بيضغط في الأساس لتنفيذ وأمر بالانقلاب هو عبد الله خليل نفسه. إذا كان رئيس الوزراء عبد الله خليل قد اتهم زعماء الأحزاب الاتحادية، إذا كان عبد الله خليل قد اتهم زعماء الأحزاب الاتحادية بالتآمر عليه في القاهرة من أجل إسقاط حكومته، فهو أيضا غادر لإثيوبيا لذات الغرض. روى الصحفي عبد الرحمن مختار تفاصيل القصة أو تفاصيل الرحلة اللي كان فيها بيصحب فيها رئيس الوزراء عبد الله خليل، وذكر إنه الرحلة دي كانت خاصة، والدليل على كده إنه ما صحب رئيس الوزراء أي مرافق رسمي غير السفير الإثيوبي ميليس عندوم، سفير إثيوبيا في الخرطوم، وشخصي أي بيتكلم عن نفسه هو الصحفي عبد الرحمن مختار، والخادم الشخصي لرئيس الوزراء. إنهم كانوا في الطيارة مع بعض، دي رحلتهم كانت لإثيوبيا. وقال إنه رئيس الوزراء قال إنه كان بيذكر إنه الرحلة دي رحلة خاصة، يعني ما رحلة رسمية. روى الصحفي عبد الرحمن مختار تفاصيل الرحلة المتجهة إلى إثيوبيا واللي كان فيها في صحبة رئيس الوزراء عبد الله خليل، وذكر إنها كانت رحلة خاصة، والدليل على كده إنه ما كان بيصحب رئيس الوزراء عبد الله خليل أي مرافق رسمي غيره هو، أو قال إنه شخصي اللي يتكلم عن نفسه الصحفي عبد الرحمن مختار، وسفير إثيوبيا ميليس عندوم، والخادم الشخصي لرئيس الوزراء. وقال لما يعني رئيس الوزراء راح في النوم أو أخذ نومه في الطيارة كده، قعد هو يدردش مع السفير الإثيوبي في الطيارة، وقال له دي يعني بيتكلم عن تفاصيل الإشاعات عن حدوث انقلاب متوقع في الخرطوم، فسألوا عن الحكاية. فالسفير الإثيوبي رد لمختار بأنه والله يا أخي شوف المرة دي قال له السيد الرئيس حيعملها فيكم، بمعنى إنه في إشارة كده بالواضح إنه لأنه في فعلا في حاجة حتحصل في الأيام القادمة. قال له لكن أنا بتوقع إنه الإمبراطور الإثيوبي ممكن يتدخل أو ربما إنه يعني يمنع في حدوث المتوقع من انقلاب وكده. وعلى الرغم من إنه على حسب كلام السفير الإثيوبي وعلى حسب المحادثات باعتبار إنه هو اللي نقل الأخبار اللي كانت دائرة في الخرطوم
إلى الإمبراطور الإثيوبي عبر تقاريره كده على حسب كلامه مع الصحفي عبد الرحمن مختار في الطيارة، إلا إنه كان عبد الله خليل مصير على إنه الرحلة دي كانت خاصة ما كانت رسمية، ومع إنه هي الرحلة كانت رسمية في كل حيثياتها كانت رسمية. فالخلاف ده أو الكلام ده أدخل السيد رئيس الوزراء عبد الله خليل في نقاش حاد مع سفير السودان في إثيوبيا، واللي قدم على إثره استقالته، واللي هو سفير السودان في إثيوبيا قدم على إثره استقالته. وكانت التفاصيل اللي رواها نفسه هو الصحفي عبد الرحمن مختار، اللي هو لما وصلت الرحلة إلى إثيوبيا كان السفير السوداني في استقباله، واستنادا على كلام أو على رواية الصحفي عبد الرحمن مختار إنه قال السفير السوداني خليفة في إثيوبيا، ذكر لي رئيس الوزراء بأنه كل البرقيات الواردة من الخرطوم بتؤكد أنه زيارة السيد رئيس الوزراء لإثيوبيا هي زيارة خاصة، والسفير بيأكد للسيد رئيس الوزراء إنه الزيارة دي بعيدة كل البعد عن الخصوصية، وإنه من استقبالاتها في المطار هي زيارة رسمية، وكل ما يتعلق بها يدور في دائرة الرسمية وليس الخصوصية. وكان الرئيس عبد الله خليل بيأكد لي السفير السوداني في إثيوبيا إنها زيارة خاصة، فحصل بيناتهم نوع من النقاش الحاد. فذكر السفير السوداني لرئيس الوزراء، فقال له إنه عايز مبررات يعني تعينه على التفاهم مع زملائه أو في وسط السفراء هناك في إثيوبيا، على إنه الزيارة في كل ملامحها هي زيارة يعني رسمية. وذكر لرئيس الوزراء بأنه استقبل استقبال رسمي، وطلب منه إنه يصحبه في زيارته لقصر الإمبراطور في نفس اليوم بالمساء. رفض عبد الله خليل اصطحاب السفير بحجة إنها هي زيارة خاصة وليست زيارة رسمية. اتجه السفير وأحضر جدول الزيارة عشان يأكد للرئيس إنها هي زيارة خاصة، إنها هي زيارة رسمية، وقال له يا سيد الرئيس بنفس الطريقة دي باللهجة السودانية إنه في مساء نفس اليوم حيجيك موكب رسمي حتتقفل له الشوارع كلها، شوارع العاصمة، عشان ينقلوك لقصر الإمبراطور، وأنا منصبي ولا كرامتي بيسمحوا لي بإنه أنا أكون في موقف زي كده، اللي هو إنه يكون خارج اصطحاب، يكون خارج الرحلة دي اللي هي حيكون فيها حتنقل رئيس الوزراء لقصر الإمبراطور. فلما لقى رئيس الوزراء مصر على رايه، ما كان من السفير خليفة إلا إنه طلع ورقة وكتب استقالته وقدمها لرئيس الوزراء في غضب شديد، لأنه هو كده يعني تجاوز صلاحياته، وقال للسيد الرئيس ما معنى إنه أنا يعني ما معنى إنه أنا سفير للسودان هنا وسفير لكم في إثيوبيا إذا كان أنا في المكان ده ملغي يعني. فما كان من رئيس الوزراء عبد الله خليل إلا إنه طلع من جيبه قلم في غضب شديد وقبل الاستقالة، وقال قبلت الاستقالة اعتبارا من الآن، ردا على السفير. على حسب الأحداث اللي حصلت دي، كان طبعا الصحفي عبد الرحمن مختار حاضر وعنده خلفية للحوار اللي دار بيناته وبين السفير الإثيوبي في الطيارة. فمن هنا قام سأل رئيس الوزراء عبد الله خليل عن طبيعة الزيارة، يا سيد الرئيس عن طبيعة الزيارة، أو كانت هي زيارة سرية أو زيارة شخصية أو رسمية، وعن علاقة الإمبراطور الإثيوبي بالشأن الداخلي السوداني، يعني ما هي علاقته كده. فقام ذكر له عبد الله خليل للصحفي عبد الرحمن مختار، قال له ما تنسى إنه الإمبراطور ده صديق شخصي، قال له إنه ده صديق شخصي، وما تنسى إنه أنا كنت في القوات بتاعته اللي رجعت له اللي رجعت بلده ورجعته على عرشه تاني من الأول، وغير كده هو راجل حكيم وإحنا بنستفيد من تجاربه، فوق كده هو جارنا وشايل معانا الهم. يتكلم عن الإمبراطور الإثيوبي. ما اقتنع الصحفي عبد الرحمن مختار بكلام اللي قاله رئيس الوزراء عبد الله خليل،
وقال له يا السيد الرئيس، أنا عرفت إنه رئيس الوزراء الرئيس الإثيوبي الإمبراطور الإثيوبي هو اللي استدعاك على خلفية الإشاعة الرائجة في الخرطوم بخصوص الانقلاب. فقام قال له مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ طيب أنا بعد باكر مسافر بشفتو، دي منطقة سياحية فيها حمامات دافئة وموية دافئة، وفي على اعتقاد إنها بتشفي من الأمراض. في صحبة قال له أنا ماشي مع الإمبراطور للمنطقة دي، قال له أنا ماشي للحمامات ذات، وأنت عارف الرطوبة عاملة عمايلة معاي. فرد له الصحفي عبد الرحمن مختار قال له إنه ميليس هو اللي كلمني، اللي هو ميليس اللي كان معه في الطيارة، ميليس عندهم اللي هو السفير الإثيوبي. فرد عليه عبد الله خليل، ولكن كانت الإجابة يعني ضمنية. فقام قال له هو ميليس صاحبك ده ما له بطلع أسرارنا. ولم يمضي وقت طويل حتى تأكد هدف الرحلة. في يوم 31 أكتوبر تلقى الصحفي عبد الرحمن مختار مكالمة هاتفية من وزير الخارجية السوداني بالإنابة السيد أمين التوم، يحوله لرئيس الوزراء بصورة عاجلة. جاء فيها يصل إلى القاهرة بعد غد 2 نوفمبر 1958 السيد إسماعيل الأزهري وبرفقته السيد محمد أحمد المرضي ومبارك زروق القادمين إليها من بغداد. كما وصلها اليوم الشيخ عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي وبرفقته السيد محمد نور الدين وعدد من قادة حزبهم. وقد استقبلوا في القاهرة استقبالا لافتا منقطع النظير، كما تستعد الجهات الرسمية لاستقبال السيد إسماعيل الأزهري استقبالا كبيرا، مما جعل التكهنات والاستنتاجات كثيرة ومثيرة عن أمر هذا التجمع الغريب والمفاجئ. وقد علمت من مصادر الموثوق بها أن الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل الوفدين كلا على حدة، ثم يستقبلهم معا في جلسة واحدة مهمة، وذلك بعد إجراء مشاورات وصفت بأنها خطيرة للغاية وتهدد مستقبل السودان السياسي. ويمضي السفير قائلا: ولقد أسر لي نفر ممن أثق فيهم من رجال الصف الأول في الثورة بأن مصر تعد خطة محكمة للوفاق بين الأزهري وحزب الشعب الديمقراطي، وأن الاحتمال كبير للغاية في إكمال هذه الخطوة تتويجا باللقاءات والتفاهم. ويقدم السيد السفير تحليله لمضمون البرقية بقوله: ومن تحليلاتي وقراءاتي الشخصية إن الهدف من وراء هذا الاتجاه الجديد هو إسقاط الحكومة عند عودتهم مهما كلف الثمن وبلغ الجهد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الأزهري ونائبه علي عبد الرحمن، تمهيدا لإعلان الوحدة بين السودان ومصر من داخل البرلمان. نقل مختار الرسالة لعبد الله خليل، واللي هو كان متوقع إنه تجي أو توصله رسالة من النوعية دي. وبعد الاطلاع عليها اطلع عليها عبد الله خليل وقال لي مختار كويس خالص، ترجم لي الرسالة دي ترجمة دقيقة وحرفية، وإياك إنه تطلع صاحبك السفير اللي هو السفير خليفة سفير السودان في إثيوبيا على محتوى الرسالة دي، أو أي شخص سواء كان هنا أو في الخرطوم، وإذا حصل كده أنت عارف أنا حاضربك رصاص. يبدو إنه عبد الله خليل كان في إثيوبيا معه اللواء أحمد عبد الوهاب نائب هيئة الأركان السودانية، وعلى الرغم من إنه ما جاء ذكره في اللي كانوا في صحبة رئيس الوزراء في الطيارة أو ما ذكرهم عبد الرحمن مختار، إلا إنه اللواء أحمد عبد الرحمن ظهر في صورة تذكارية بتضم السيد رئيس الوزراء عبد الله خليل والسفير السوداني في إثيوبيا وعبد الله عبد الرحمن مختار في صورة تذكارية واحدة في إثيوبيا أثناء تواجد رئيس الوزراء عبد الله خليل، على الرغم من إنه عبد الرحمن مختار ما جاب أي ذكر لوجود اللواء أحمد عبد الوهاب في الطيارة اللي أقلتهم إلى إثيوبيا في الرحلة دي.
هل كان اللواء أحمد عبد الوهاب في الطيارة اللي صاحبت الرحلة، رحلة رئيس الوزراء، ويعني رفض الصحفي عبد الرحمن المختار ذكر اسمه يعني عن قصد أو الإخفاء، ولا كان هو سابق في وجوده في إثيوبيا، سبق زيارة السيد رئيس الوزراء، أم ذهب إليها بعد زيارة السيد رئيس الوزراء والتقوا هناك، أو إنه كان عابر وجاء عن طريق إثيوبيا والتقوا في الصورة التذكارية. وأيا كانت ملابسات وجود اللواء أحمد عبد الوهاب في إثيوبيا أثناء تواجد رئيس الوزراء عبد الله خليل، فالصحفي عبد الرحمن مختار ما تطرق لوجود اللواء أحمد عبد الرحمن بأي صورة من الصور خلال سرده لرواية تفاصيل الرحلة في كتابه خريف الغضب. وإذا كان الصحفي عبد الرحمن مختار هو متعمد إخفاء ذكر اللواء أحمد عبد الوهاب، ده بيأكد الاتهامات المصرية بأنه الزيارة اللي كانت لإثيوبيا هي من أجل إعداد خطة الانقلاب. إلى جانب إقفال الصحفي عبد الرحمن مختار إلى وجود اللواء أحمد عبد الوهاب في إثيوبيا، هو كمان أغفل غير متعمد بعض اللقاءات اللي عملها عبد الله خليل أو اللي أجراها عبد الله خليل في إثيوبيا مع جهات أمريكية وغير أمريكية، وإن لم يكن متعمد لأنه هو أصلا ما كان مشارك فيها. في الوثائق البريطانية عن انقلاب 17 نوفمبر 58 وردت بعض تفاصيل ما جرى في الانقلاب، وفي الإعلام المصري وردت بعض المعلومات عن زيارة عبد الله خليل إلى إثيوبيا. وبعد مرور 39 عام من الانقلاب وردت تفاصيل أخرى عن أي ما يقارب 39 عام، أي ما يقارب عام 1997 وردت تفاصيل أخرى عن اتصالات إسرائيلية بشأن الانقلاب كان حصلت في أديس أبابا في الفترة دي. أكتفي بهذا القدر من كواليس انقلاب 17 نوفمبر 58 إلى حين أن ألقاكم في قصة جديدة. كنت معكم أنا سناء إدريس وقصتنا قصة. في أمان الله.